السلام عليكم، مرحبا بكم ديما معايا في قناه شيوات ووصفات. حياتي الروح. اليوم نحضر لكم جوج ديال الوصفات سريعين بساط خاصين بالشعر الجاف. هاد الوصفات اللي المكونات ديالهم بسيطه ومتوفره عندنا يعني في المنازل ديالنا وكتستعملوا بالشكل سريع، يعني ما تحتاجوش هكا يعني بزاف ديال الوقت باش تحضروهم. غنحتاجوا في الوصفه الاولى المايونيز، وغنحتاجوا زيت زيتون. هنا انا بالنسبه للمايونيز اللي انا غنستعمله في هذه الوصفه، فانا حضرته يعني من قبل في المنزل كما ذكرت لكم في الفيديو اللي قبل، فانا كنحضره بزيت الزيتون. داكشي علاش ما غاديش نوضع زيت الزيتون. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش زيت الزيتون فماشي مشكل، يستعملوا فقط المايونيز. كما كتعرفوا المايونيز راه هو فيه نسبه كبيره ديال الزيت. بالنسبه للوصفه الثانيه عندنا فيها معلقه كبيره ديال الزبده او الزبده ديال العبار، الزبده ديال الاكل يعني ماشي الزبده ديال المارغرين. كذلك غنحتاجوا معها زيت الزيتون. انا درت فقط معلقه كبيره ديال الزبده. بالنسبه لكم نتوما يعني على حسب يعني الكثافه ديال الشعر ديالكم، واش طويل واش قصير واش نتوما ممكن ديروا الكميه اللي غتحتاجوها. حتى يعني الوصفه ديال الزبده الا ما متوفرش عندكم زيت الزيتون فما تستعملوش زيت الزيتون، فقط ديروا الزبده. غناخذوا شويه ديال المايونيز كما شفتوا معايا هكا، يعني هكا في اليد ديالنا، ونبداو يعني نوضعوه للشعر ديالنا خصله خصله، يعني حتى نوضعوه على الشعر ديالنا بالكامل. وحنا كنجبدوا هكا الشعر ديالنا بشويه بشويه. من بعد ناخذ واحد الفوطه اللي غنوضعوها في الماء المسخون ونعصروها، اولا نزيلوا منها الماء ونوضعوها فوق الشعر ديالنا، نخليوها مده 2 ديال الساعات، ومن بعد نغسلوها يعني كما كتغسلوا الشعر ديالكم دائما هكا بالشامبو يعني بالماء. بالنسبه للوصفه الثانيه غادي نضيفوا كما قلت لكم زيت الزيتون على الزبده. هنا كما قلت لكم راه اللي ما عندوش زيت الزيتون ما يستعملش، يستعمل فقط الزبده. نخلطوا زيت الزيتون مع الزبده كما كتشوفوا، وكما قلت لكم من قبل راه اللي ما عندوش زيت الزيتون فيستعمل فقط الزبده، لان الزبده الدور ديالها ترطب لينا الشعر وتيدمو، والزيت الزيتون باش يغذي لينا الشعر. فمنين نخلطوهم بحال هكا ناخذوا القليل هكا من هاد جوج ديال المكونات نوضعوهم على اليد ديالنا، ونبداو نوضعوهم على الشعر ديالنا خصله 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 حتى نوضعوه على الشعر ديالنا بالكامل كما كتشوفوا معايا. ناخذوا فوطه ديال الشعر اللي كنستعملوا دائما، نوضعوها في المسخون نعصروها، اولا نزيلوا من الماء ونوضعوها على الشعر ديالنا مده 2 ساعات. من بعد نغسلوا الشعر ديالنا يعني كما كتغسلوا دائما بالشامبو، ممكن ديروا بلسم المهم داكشي اللي كتغسلوا به دائما. صافي هادو هما جوج ديال الوصفات اللي يعني ديال اليوم. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم ونتمنى تجربوهم. الا عجبكم الفيديو ممكن ديروا لي لايك الفيديو، نتمنى تشاركوا معايا في القناه ديالي باش يوصلكم دائما الجديد ديال القناه، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده للجميع. اي اسئله او اقتراحات خليوا لي التعليق تحت الفيديو، انا راهن الاشاره ديالكم دائما. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.